de otros medios, vamos a aparecer hasta en TikTok, pero yo creo que esas cosas no ayudan porque تصريح خطير من حكم الكلاسيكو يفضح فيه حكام تقنية الفيديو بسبب هذه اللقطة، ويعتذر لهذا السبب الخطير. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ أعطوني رأيكم في أداء حكم الكلاسيكو، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. شاهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، جدل تحكيميا من جانب الحكم سيزر سوتوغرادو وحكم تقنية الفيديو، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد. فقد صرح وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الإسبانية، وقال: لقد كان مباراة معقدة تحكيميا وبها العديد من الحالات التحكيمية الصعبة والتي أثارت الجدل. أولها عندما احتسب ركلة جزاء لصالح فينيسيوس ضد لامين يامال، ولكن حكام الفيديو استدعوني لأشاهدها، وعندما شاهدتها من الكار أعتقد أن قرار خطي وألغيت ضربة الجزاء التي احتسبتها لريال مدريد، ولكن بعد مباراة شاهدتها من أكثر زاوية، وللأسف الشديد شاهدت أن لامين يامال هو من وضع قدمه أولا أمام فينيسيوس ولم يلمس الكرة، ولذلك فعل مختلفة واضحة ضد فينيسيوس، وكان لابد أن أصمم على رأي. فأنا أعترف أنني لم أحتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، وحكام الفار هم من ورطوني في هذه اللقطة، وأنا أعتذر لريال مدريد على هذا الخطأ الفادح الذي وقعت فيه بسبب حكام الفار. وكان لامين يامال يستحق البطاقة الحمراء المباشرة بسبب تدخله المعتمد على فينيسيوس. وفي النهاية شاركونا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديدنا.